ممكن تجيب كوباية مَيّة، ممكن تجيب كوباية مَيّة، الاتنين قالوا نفس الحاجة بس الاختلاف كبير جدًا. أنا شخصيًا الأولاني مش هاتعامل معاه، التاني هو اللي أنا هاروح له أجيب له مَيّة. كلنا عارفين قد إيه الابتسامة حلوة جدًا، وقد إيه بتدخّل عليك فرحة وسعادة أنت ممكن ما تبقاش واخد بالك منها، لأن العقل اللا إرادي اللاواعي هو اللي بيدخّلها لك. الناس لمّا تلاقي الناس كلها مكشّرة، العقل اللا إرادي بيخلّيك شايف إن في حزن أو في مشكلة حاصلة، بس الناس لو مبتسمة بيخلّيك شايف إن الدنيا حلوة. فإحنا دايمًا لمّا بنقول ابتسامة بنتكلم عن إن هي بتفيد الشخص اللي قدامنا اللي بيشوفها، بس إحنا عمرنا ما فكرنا فيها إن هي بتفيدك أنت شخصيًا يا اللي بتبتسم. الابتسامة طول اليوم بتقلل التوتر وبتحسن مزاجك وكمان بتساعدك بالنسبة لصحة قلبك وضغط دمك، يعني حركة بسيطة بتعمل فرق كبير جدًا في جسمك وفي عقلك. طيب هتقول لي أنا مش دايمًا مبسوط وأنا عندي مشاكل كتيرة جدًا، هاقول لك على فكرة أنت لمّا تبتسم حتى وأنت مش مبسوط، حتى وأنت مصايب الدنيا ومشاكل الدنيا كلها على دماغك، ده بيخلّي عقلك اللا إرادي يخفف على نفسك، ومع الوقت حتى لو الابتسامة دي مزيفة عقلك اللا إرادي هيؤمن بيها وهتلاقي نفسك الهَم اتشال عليك شوية أو حاسس إنك مبسوط شوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تبسمك في وجه أخيك صدقة." يعني أنت بابتسامتك مش بس فرّحت اللي حواليك وضبّطت صحتك، لأ، أنت كمان كسبت دنيا وآخرة، أخدت ثواب صدقة اللي ممكن ما نبقاش قادرين نطلّعها علشان الحالة المادية. وبصراحة كده وبرّه عن أي حاجة، أنت بتبقى أحلى بكتير وأنت بتبتسم، لمّا بتاخد صورة تقابل ناس جديدة دايمًا مبتسم، جرّب كده شكلك أحلى كتير. لسه اللي جاي خير. السلام عليكم.